هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. راح انزل لكم فيديو حلو تستمتعون بيه وتستفادون من عنده. صار فترة اقول اني لازم يومي انزل فيديوهات على مود تكبر القناة ويجي شي، ويوم يصير عندنا كسل، ويوم يصير عندنا خمول، وتعرفون هذا الجو هسه تغير كلش علينا الكبار وعلى الصغار. فالصراحة كلش حابة انه انزل فيديوهات وهيجي، واريدكم تشجعوني هاي الفترة على مود تصعد القناة مالتي. اريدها تصير 1000 مشترك. فيديوكم الحلوة تنطون لايك، تنطون اشتراك. طبعا هواية بالانستغرام طلبوا من عندي يشوفون التخم شلون غلفته، لان انا قبل فترة سويت فيديو قلت لكم راح انزل لكم انه راح ادوشم التخم وهيك السوالف وهاي. فالصراحة دوشمته سويته على القماش، وبعدين صار ما حلو، صار اللون مظلم، ورجعت وسويت لون لاخ. فان شاء الله ان شاء الله وبهذا الفيديو حابة انزل لكم كل التفاصيل مال التخم والصالة وشون سويتها، وإن شاء الله تعجبكم وأعطيكم أفكار حلوة، ولو هي باقي شي واحد أريد أشتريه وأخليه بس على مودكم، على مود البنوتة اللي طلبت من عندي خطية كل فيديو أنزل تقول يا ريت تنزلين يعني الدوشمة مال التخم. فحابة إنه أنزله بهذا الفيديو. صح أنا راح أسوي روتين كلش بسيط، إنه أشرب القهوة مالتي وشنو أسوي والله ما أعرف لحد الآن. إن شاء الله أصور لكم التخم ومن عيوني الاثنين حبايب قلبي. هسه روحوا سووا لكم نسكافيه حلو وتعالوا شوفوا على مود انتو تساعدوني تصعدوا لي القناة، تنطوني لايك واشتراك وتفعيل الجرس. كل شي ما اريد من عندكم هاي الفترة. اهم شي تنطوني اللايك وتنطوني تعليق حلو على مود تشجعوني، ودائما انزل لكم فيديوهات حلوة. وهاي الشمعة لكم، يا ربي تكونون دائما منوريني مثل هاي الشمعة حبايبي. وقلت لكم هذا الفيديو ما أعرف شنو راح أنزل بيه، شنو الروتين ما أدري. المهم خطر على بالي إنه أقوم أسوي تفريزات. ما طول الأولاد رجعوا من المدرسة وناموا، فقلت لازم أسوي تفريزات، لأن هاي فترة تعبت من سالفة الهمبرجر والستيك وهالسوالف، يعني أشياء سريعة. والهمبرجر هاي الفترة كلها نسويه بالبيت إن شاء الله إن شاء الله. إذا هاي على الفيديو الجاي أنزل لكم الطريقة تكون سهلة وبسيطة وكمية كلش وفيرة تقدرون تسوون بالكيلو الواحد. أوكي، فاليوم حبيت أسوي كوباي مال هذه تكون جريش. هنا أنا ما أعرف ليش اللون يطلع دائما ظلمة هيك شي، ما أدري بالتصوير. المهم هنا عندي كيلو جريش كوباية أو أقل من كيلو الصراحة، ما وزنته لأن هو كان عندي موجود. وخليت ملح وخليت كمون ولحم مثروم كيلو حسوي. وهنا كمون، فلفل أسود، ملح، بهارات كوباي. كلش أحب أضيف لهاني بهارات كوباي، وبصل مخليته على النار. أوكي، أنا هواي مشاركتكم الطريقة ومسويتها قدامكم قبل فترة، يعني من أسوي تفريزات بالأشهر مال رجب وشعبان ورمضان وهاي السوالف، فقلت لكم مشاركتكم بيها. بس هسه حبيت إنه شنو أسوي بالروتين الصراحة ما أعرف. وإذا بقى شوية من اللحم يمكن أسوي بورق، أو هذه اللي تكون عجينة سمبوسة. هسه أشوفكم إياها. هذه طبعا هاي ابني جابها من هنا، ما أعرف الصراحة هاي أول مرة راح أستخدمها. هذه إن شاء الله زينة، نجرب ونشوف.
هذه تكون بيها 50 قطعة. تقدرون تسوون جبن ومعدنوس هيجي همينة تكون تفيد يعني كلش طيبة للريوق للعشاء كل وقت الصراحة. هاي السوالف بكل وقت طيبة. هسه اروح اشوف البصل خليته على النار. طبعا ما راح اخلي بصل هواية لا، لان ما حابة انه كلش هواية. راح اسوي اكثر شيء اللحم، تكون شوية طيبة بيها. وزوجي دائما يحبها من ينزل بالعشاء دائما يقول لي سوي لي كوب سلق، هي هماتين طيبة وتفيد بالشتاء. شوفوا خليت يعني بصل كلش قليل، هسه بدأ يذبل. نشوفونها كمان بس هي كمية كلش قليلة بالنسبة للحم. احكوا لي انتو هماتين تحيرون بالسوالف مال العشاء هاي، كتبوا لي بالتعليقات اذا تحبون هاي السوالف. كتبوا لي بنات اللي دا تكتبوا لي، يا ريت يا ريت تعليق حلو منكم. وهاي هنا أنا سويتها، خليت اللحم والبصل والبهارات. طبعا بعد يعني ما انه اخذ لون اللحم وحمس كل زين، يلا خليت البهارات. شوفتكم شنو البهارات والبصل خليت والملح كله كملته. فمن راح يخلص شوية المي، لا شوية يعني يخلص المي مالته قصدي هذا، اخلي عليه المعدنوس او انتو تحبون تخلون او لا. بالنسبة لي انا كلش احبه معدنوس او كرفس، انتو كيفكم شنو حابين خلوا. تقدرون تخلون مكسرات بس اني اللي بالبيت كلهم ما يحبوها فما اخليها لهم وبس. طبعا راح اسوي كوبة مال قلت لكم جريش السلق وللتقلاه. عرفتوا شلون؟ يعني الكيلو قسمته 2، راح اسوي قلي يعني 1، راح اسوي للسلق 1. شوفوا بنات هسه اني خليت لها كمون وخليت ملح وخليت لها شويه مي على مود شويه تمر. هسه ايش راح اسوي لها؟ راح ابقى اعجن بيها. طبعا انا ما عندي لا ماكينه مال عجن ولا بد، راح اعجنها بيدي والف الكبه. اوكي. وقسمتها قلت لكم اني حسوي مال تقلاه هماتين. اظل اعجن بيها لحد ما يصير الجريش كلش ناعم وحلو باللف. يعني تاخذين انتي راحتك من تلفيها، يعني ما يبقى قوي وهيجي. شوفي يعني هي من هسه والله ويخبل الجريش طبعا هذا. وهاي هنا هسه كملت الحشوة مال التمن. الحشوة مال التمن شنو؟ يلا ما عليكم بالسحقات. كملت الحشوة مال اللحم. وطبعا اكو بعد بس اني بردتها بسرعة بالفريز شوية. وهسه هنا هاي مال السلق، شوفوها شلون لينة كلش حلوة. وهاي مال القلي يعني نقليها بس بعدني ما معجنتها لان كلش حارة، فقلت خلي ابدي بهاي بسرعة اخلصها على مود ارجع لها. اوكي يلا تعرفون كلكم تلفون واني الطريقة مال اللف مالتي كالمعتاد يعني حالي حال اي واحد يسوي لفة كبة زين. واذا بقى وقيت وبقى لحم اسوي هذا البورق، واذا ماكو باكر عادي نجيب لحم ونسوي. وهنا أنا سويت العشاء على السريع يعني كلش تعبت. اليوم سويت شوربة، سويت كبة وبورق شوية من اللي سويته اليوم. قلت خلي اروح، طبعا هو غدا هو عشاء اليوم صار يعني كلش تعبت. والاولاد هماتين ناموا وقاعدة وراحوا عندهم دروس درسوا وكملوا. نروح نتعشى شوي ارتاح لان كلش تعبت كلش. سهمكم العافية حبايب قلبي. جبتلكم هذا الروتين بيه شوية نوعا ما مشترية شغلات مخليتها على صفحة وما استخدمتها لساتني، قلت خليه انزلها اصورها فيديو لهم
على مود تشوفوها تستفادوا منها. أخذت هاي العظامة الصلاة كلش محتاجتها لأن مالتي كلش تعبانة. هاي الخامة مالتها كلش حبيتها الصراحة، ودائما أروح بيت أهلي يعني كلش من أصلي كلش أحبها، أحب الخامة مالتها. هاي أخذتها ب10. نوعيتها ما أعرف، القماش مالتها كشمير ما أعرف الصراحة. هيجي أخذت هذا الشكل، كان أكو لون أسود وهيجي ما حبيته زين. وهنا أخذت هاي الكمشولة، أخذت هذا المرطب مال بشرة للوجه. راح استخدمه، هذا أول مرة الصراحة، أنا مستخدمة غير ماركة بس هو قال هذا كله زين. هذا أخذت هذا دائما أستخدمه صراحة، هذا ما أتذكر سعره ايش قد. وهذا غسول يومي مقشر الوجه، هذا يعني دائما عندي، أخذ من عندي يعني يخلص واحد أجيب نفس الماركة وأغيرها بس أرجع عليها. هذا أخذته ب4. أخذت هذولا رحت على 1500. هذه اسفنجة تكون يعني ما تقشير الوجه وهالشي، تخلينا هنا أي يعني تقشير أو غسول أو ماسك للبشرة. كلش حلو الكواليتي مالته، كلش حبيت الصراحة. أخذت هذا شاور جل مال الجسم، عطره كلش طيب، هماتي دائما أخذ من عنده. بس المرة غيرت اللون. هذا أخذت هذا جل منظف ومقشر الجسم، هذا أخذته. دائما نزلت كم مرة أستخدم بس مال حمام الهنا، يعني يكون بوكس كامل، بس هالمرة حبيت أخذ هالشي يعني نجرب. شوفوا، إزالة الجلد الميت، تنظيف البشرة، مغذي للجلد، معالج الجلد الأصفر، الداكن والداكن. هنا أخذت عطر للحب لأنه هم من حقه علينا. هذا العطر كلش حبيته الصراحة، وسارة كان هم يعني لا بأس بي يسمعنا ويقول ها تعزين عليه الساعة. وأخذت هذا العطر اللي صراحة حبيته، يعني العطر مالتهم ذول الاثنين فتشي. وأخذت هذا عطر معطر جو، هم عطر خليجي بس كلش طيب. وهذا آخر شي أخذت هذا المعطر، هو معطر للفراش ومعطر للجو. هذا خليته للبردات، ما أحكي لكم نطة عطر كلش طيب الصراحة، حبيته. أنا دائما أحب أخذ هاي العطور، يعني تكون يعني تعطر البيت وهيك شي لازم. وهاي أنا مشتريات قلت لكم كلش بسيطة، بس حبيت يعني أشاركها وياكم. طبعا دا أصور لكم، بديت بالتصوير وبدت الإدريلات وبدأ البناء مال الجواري. المهم بنات، بارحة شوفتكم سويت كبة واليوم جمدت، وهسه لازم أخليها بهاي الأكياس التفريز. طبعا ما عندي كبار فراح أسويها بهاي، يعني على قد اليوم اللي أحتاجه. شوفتكم هاي كبة حلب سويت، هاي صينية صارت، وهذه هم صينية سويت المرة لونين، اللون الأبيض هذه يكون بها صبغ اللوزين شوية، أخليها من الأصفر، جهال يحبوها. وهاي الكبة
مال قلي، وهاي الكوبا للسلق. هسه شو اسواني؟ اجي افرغهم. هذا البورة كماتين راح اجي افرغهم بالاكياس واخليهم بالفريز. كل ما احتاج اطلع من عندهم اللي احتاجه، بس احسن ما اخليهم كلهم بعلبة او بحافظة وكل ساعة اطلعها واطببها كل ما احتاج. لا، كل ما احتاج اطلع واحدة احسن واريح لي، صح؟ وهاي هنا أنا خليتها بالاكياس تفريز. شهودة على كيفك من تقسمون. هنا شوفوا الكميات اللي احتاجها خليتها. وبقى هذا البورق لان هاي يعني في السلة او صينية ما كفت، بس انا راح اشوف الحافظة واخليها في الثلاجة.